حقق المنتخب البلجيكي فوزاً صعباً على نظيره المنتخب الكندي بنتيجة 1-0 اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022. فرض المنتخب الكندي سيطرته على أجواء الشوط الأول، وكان أبناء المدرب هيردمان قريبين من افتتاح التسجيل في الدقيقة 10 بعد تحصلهم على ركلة جزاء، إلا أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وقف سداً أمام تسديدة ألفونسو ديفيز لاعب بايرن مونيخ. وتمكن المنتخب البلجيكي من خطف هدف التقدم بواسطة ميتشي باتشواي في الدقيقة 44 لتنتهي الحصة الأولى بتقدم الشياطين الحمر 1-0. في الشوط الثاني تبادل الفريقان الاستحواذ والفرص، إلا أن جميع المحاولات لم يكتب لها النجاح لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء. وبهذا الفوز خطفت بلجيكا صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، متفوقة على كرواتيا التي تعادلت مع المغرب، في حين تداول المنتخب الكندي المجموعة من دون نقاط. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.